السلام عليكم. كيما راكم تشوفوا هنا معايا عندي عشبة الرجلة، أو في بعض المناطق يقولوا لها البقلة. هذه العشبة يعني تلقوها في البساتين. يعني تنوض وحدها، يعني ما نغرسوهاش احنا. تجي وحدها. وفيها يعني فوائد عظيمة عظيمة للجسم. غنية بزاف بالأوميغا 3. ومفيدة للعقل، ومفيدة للصحة العامة، وكذلك يعني مفيدة للأطفال. يعني تمنع التوحد، وفيها بزاف فوائد. يعني تحبوا تقراوا عليها أو تشوفوها يعني في جوجل، راح تلقاو فوائد عظيمة عظيمة. هنا أنا عندي الرجلة هذه. أنا غسلتها ونقيتها مليح مليح، وهاني نقطع فيها هنايا. نقطع فيها قطع صغيرة. وبعدها راح يعني حنطيبها في المقلة. نتوما تحبوا يعني تفوروها. يعني كي تفوروها تكون أحسن. أنا عجبني الطياب تاعها كي قليتها. جاتني أحسن. هنا أنا قطعتها قطع صغيرة، وبعدها يعني جبت مقلة، درت فيها الرجلة أو البقلة، وراح نضيف لها يعني كاس تاع ما. إذا كانت تحبوها طايبة بزاف بزاف، ديروا لها 2 كيسان تاع ماء من نفس الكاس اللي راكم تشوفوا فيه، وبعدها خلوها حتى تطيب يعني واحد 20 دقيقة، حتى تشوفوا هذاك الماء كامل تبخر. وبعدها يعني تضيفوا لها أي مكون يعني عندكم في الدار، كيما نقولوا توابل، أي تابل تحبيه تقدري تضيفيه. وضيفي البصل يعني مقطع، أو يعني والثوم كذلك. هنا أنا ضفت شوية تاع زيت زيتون. من الأحسن أنكم تضيفوا زيت زيتون، حيعطيها واحد النكهة بنينة. هنا عندي أنا تشكيلة فيها الثوم والملح والكمون والطماطم يعني مكرفشة. أنا حنضيفها ونحرك جيدا. يعني نتمنى أنكم تجربوها هذه الوصفة. بزاف بزاف بنينة، وكذلك صحية بزاف بزاف. وشوفوا الطبق يعني النهائي خرجت بزاف بنينة، فيها بنة تاع حماضة مع البنة تاع السلق. وكذلك حننصحكم نصيحة: ما تكثروش الملح، لأنها هي تشبه السلق أو السبانخ. يعني ديروا شوية تاع ملح، راح تملاح. وفي الأخير سلام.